أهلا ومرحبا مجددا أصدقائنا وحلقة جديدة من برنامجكم يحكى أن. أهلا صديقي موفق. أهلا عبد السلام، وأهلا بكل من يشاهدنا في أنحاء العالم. حلقتنا اليوم يا أصدقاء هي عن الصدق هو ما ينقذك، أليس كذلك يا موفق؟ نعم يا عبد السلام، وبطل القصة إنه الطفل الصغير يحيى. كان يا ما كان في قديم الزمان ولد اسمه يحيى يعيش مع أمه بعدما توفى أبوه، وكانت أمه تهتم به كثيرا جدا جدا. أمه اجتهدت في تربيته جدا، وأكثر شيء علمته له هو الصدق وعدم الكذب. وبسبب تعليم أمه كان لا يكذب أبدا، لا في المزاح ولا في الجد. وفي يوم من الأيام قرر صاحبنا يحيى أن يسافر إلى بلد مجاور، وكان سبب السفر عشان العلم والدراسة. وقبل أن يسافر مشى إلى أمه وكان يريد أن يودعها قبل أن يسافر. وقالت له أمه: يا بني، وصيتي لك أن تكون صادقا في كل الأوقات. سمع يحيى وصيتها ووعدها بالصدق وعدم الكذب أبدا أبدا مهما حصل. طلع صاحبنا يحيى وتوكل على الله سبحانه وتعالى، وأخذ معه الكتب وقليلا من الطعام والملابس، بالإضافة إلى 40 دينار أعطته أمه ليصرف على نفسه. قام صديقنا يحيى بوضع المال في ملابسه لكي لا يسرقوه اللصوص. وملاحظة يا عبد السلام أنه كان زمان يسافرون بالأحصنة والإبل والحمير، والطريق كان يأخذ أيام، ومرات كان يأخذ أسابيع كثيرة يعني. المهم، صديقنا يحيى كان في وسط الطريق مع بعض من المسافرين، إلا وفجأة كذا طلع عليهم لصوص من خلف الأشجار وهجموا على المسافرين فجأة. أخذوا منهم كل الذي عندهم، أموال، ملابس، ذهب، فلوس، كل شيء، حتى الطعام لم يبقوا لهم أي شيء. بعدما أخذوا كل شيء نظر كبير اللصوص إلى يحيى صديقنا الصغير. يحيى كان واقفا ويرتجف من الخوف. طبعا كبير اللصوص كان يتكلم مع أصحابه وهو يضحك على الطفل الصغير يحيى. كان يقول: شوفوا كيف هذا الولد ملابسه قديمة. ثم نادى كبير اللصوص صديقنا يحيى وقال له: تعال أيها الصغير. لكن يحيى من شدة الخوف لم يستطع الحركة، فكررها عليه وقال: قلت لك تعال هنا وإلا ضربتك. ذهب يحيى إليه وقال: نعم، ماذا تريد؟ فضحك كبير اللصوص وقال له: هل معك أموال؟ فقال له يحيى: نعم، لدي أموال. فضحك اللصوص جميعا وكانوا يسخرون من صديقنا يحيى. فسأله كبيرهم مجددا: كم معك؟ قال يحيى: معي 40 دينار وهي في ملابسي. نظر كبير اللصوص إلى يحيى وبدا عليه الغضب، فقال له: هل معك هذا المبلغ الكبير؟ قال له يحيى: نعم، معي. فقال له: أتخبرنا بهذه البساطة؟ أخذه من يده بقوة وقال له: سأضربك إن كنت تكذب علينا. فقال له يحيى: نعم، معي المال، إنه في ملابسي. سكت قليلا كبير اللصوص وقال له: سنفتشك وسنرى إن كنت كاذبا أو صادقا. وأكمل: وإن وجدتك كاذبا فلن أسامحك أيها الصغير. وصاح فيهم: يا رجال فتشوا ملابسه. أصدقاؤنا المشاهدين، قبل أن ننتهي من القصة دعونا نذهب إلى فاصل قصير. أجل موفق، سنكمل هذه الحكاية المشوقة ولكن بعد فاصل قصير. فاصل ونواصل. عدنا لكم أيها الأصدقاء بعد فاصل قصير، فمرحبا بكم. وعدنا إلى حكايتنا الجميلة، الصدق هو ما ينقذك. ما الذي حدث يا موفق؟ الذي حدث يا عبد السلام ومشاهدينا أن اللصوص كانوا سيفتشون صديقنا يحيى. وفعلا يا أصدقاء، وهم بيفتشون الملابس وجدوا المال. طبعا سلموها لكبير اللصوص. أول ما كبير اللصوص عداها لقاها فعلا 40 دينار.
فتعجب اللصوص جميعا من الموقف. وقال لصديقنا: لماذا أخبرتني بالمال الذي معك وأنا أصلا سأسرقها؟ وقال: ما الذي جعلك تكون صادقا معي؟ رد عليه يحيى وقال: لقد علمتني أمي أن أكون صادقا دائما وأبدا. أيضا وقد وعدتها ألا أكذب ولو في أسوأ الظروف. هذا وعد قطعته لأمي ولن أخون الوعد. نظر إليه كبير اللصوص وهو في حالة من التعجب والاستغراب. كيف لولد صغير أن يقول هذا الكلام؟ فبكى كبير اللصوص بكاء شديدا وقال لصديقنا: تخاف أن تخون الوعد مع والدتك؟ أما أنا أخون العهد مع ربي وأخيف الناس. لا، كمان أسرقهم وأخذ كل أموالهم. يا أيها الناس أعاهدكم إني تبت من الله توبة نصوحا. وأمر جميع اللصوص بإرجاع كل المسروقات إلى الناس. نظر اللصوص إلى كبيرهم بفخر فقالوا له: كنت كبيرنا في السرقة والآن أنت كبيرنا في التوبة؟ فتاب اللصوص جميعا وفرح الناس برجوع ممتلكاتهم. وكان صدق الولد الصغير يحيى سبب في نجاة جميع الناس. أيضا يا عبد السلام سبب في توبة اللصوص. صحيح يا موفق، حتى اللصوص تابوا عن السرقات. فالصدق هو ما ينقذك وليس الكذب. في رأيك يا صديقي موفق، ما هي الفوائد التي استفدناها من هذه الحكاية المشوقة؟ من الفوائد يا عبد السلام أن الوالدين يحرصوا على تربية أبنائهم على الصدق وعدم الكذب. صحيح يا موفق، وما في فرق بين الجد والمزاح، لازم الصدق. أيضا يا عبد السلام من الفوائد طاعة الوالدين. أكيد يا موفق، لازم نسمع كلام الوالدين وبالأخص كلام الأم. غير كذا يا عبد السلام موضوع الحرص على أغراضنا. بالضبط يا موفق، وشفنا كيف صديقنا يحيى خبأ فلوسه في ملابسه. نعم، وهذا معناه لازم نكون حريصين على أغراضنا وحريصين على أنفسنا. شفتوا كيف صاحبنا مشى مع الناس وليس وحده. وبكذا يا أصدقائي وصلنا لنهاية قصتنا لليوم. وقبل ما نختم لا تنسوا ترسلوا لنا إيش استفدتوا من الحكاية أو من القصة. نعم، وعلى الرقم الظاهر عندكم في الشاشة. حتى نشوفكم في حكاية ثانية مع صديقكم عبد السلام ناصر وموفق ناصر. إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.